أنيميا نقص الحديد أشهر نوع من أنواع الأنيميا، حوالي 90% من الستات جالهم في مرحلة ما من حياتهم، والرجالة بنسبة حوالي 50%. في 2015 كان مصاب بيها حوالي 1.5 مليار، وتسببت في موت حوالي 54 ألف مصاب بيها في نفس السنة. أنيميا نقص الحديد مش من الحاجات السهلة اللي نستهزأ بيها، لأنها بتعمل مشاكل كتير زي صداع شديد، تعب وإرهاق باستمرار، وضعف في التركيز، وبالتالي تلاقي المريض دايما بيشتكي من إنه بينسى كتير. وغالبا كمان بيلاحظ إن شعره بيقع، وخصوصا لو ست، كمان لونه بيكون باهت ومش بيقدر ياخد نفسه بسهولة، وبينهك كتير لما يمشي، وبيحس بألم في رجله، وأحيانا بتوصل لتشنجات. وبيلاحظ كمان إن ضربات قلبه سريعة، ولما يعدي على إصابته بيها فترة من غير ما نعالجها بيبدأ يحصل له تقعر في الأظافر، والتهاب متكرر في اللسان، وتشققات في زوايا الفم، وممكن كمان تسبب له ذبحة صدرية أو عدم انتظام في ضربات القلب، وبالتالي فشل في عضلة القلب. أما في الطفل بنلاحظ حاجة غريبة جدا، إن الطفل بياكل حاجات غريبة زي التلج أو الزجاج أو الرمل.